السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم عصير ديال البربه بجوج مكونات فقط. كنتمنى يعجبكم ونخليكم مع المقادير. مبروك عليكم رمضان، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا نتوما وعائلاتكم ووليداتكم يا ربي. عندنا في المقادير البربه، وعندنا السيترو ديال الحليب، سيترو الحليب، وياغورت ديال الفاني، وعندي فلو ديال الفريز. اللي عنده الفريز طري يدير الفريز ماشي مشكل. واحد الطريقه ديال الملحه، غير شويه الملحه ماشي بزاف، شويه الملحه ماشي بزاف، غير واحد الطريقه. هاد الطريقه ديال الملحه كتعطي واحد لوغو رائع للعصير. غناخد هاد الباربه وغنديرها في الخلاط حسب العصير، على حسب افراد العائله اللي كاينين في الدار. الباربه انا كنفضل من الاحسن ما تسلقش الباربه، من الاحسن كنديروا ساشي ديال الفلو ديال الفريز. كيف ما قلت، اللي عنده الفريز طري يدير الفريز طري. عندنا واحد ياغورت، ديروا نتوما النكهه اللي بغيتو، النكهه اللي عجباتكم ديروها. انا عندي الباربه مسلوقه، ولكن من الاحسن كنفضل ما تسلقش الباربه. انا نسيت وسلقتها. طريقه الملحه هي هذه، غندير لها بحال هكا، زدت شويه اخر اللي بقى، كتعطي واحد لوغو رائع. كندير غير شويه ديال الحليب ماشي بزاف، غير شويه الحليب ماشي بزاف، وغادي نطحن ونعاود نتلاقى معكم ديالنا بعد ما طحناه. انا كنفضل من الاحسن ما ديروش فيه السكر، من الاحسن ما ديروش السكر حتى الا بغيتو ديروا، حيت ياغورت راه كافي ما شاء الله. الا بغيتو ديروا شي حاجه حلوه زيدوا التمر، زيدوا فيه التمر راه كيجي احسن من سنيده. وانا كنفضل يبقى هكا، كيجي مخير غير ياغورت واحد بالنكهه اللي نتوما بغيتوها. كيجي غزال، واحد العصير اللي رائع 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 بزاف. شوفوا معايا، انا غنخويه من الكاس ديال العصير لهنا، الكاس ديال الكاس الاخر العصير كيجي رائع 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 غزال. وكنصحكم هاد رمضان والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحه وبالرزق، وباش ما تمنيتو ان شاء الله ديروه وكيجي رائع. بغيتو تزيدوا معاه خيزو تزيدوا معاه خيزو. وكنعاود نكررها، من الاحسن ما ديروش الباربه طيبه. من الاحسن ديروا الباربه وهي خضراء، كتعطي واحد المذاق رائع. الا زدتوا معها شويه ديال التمر كيجي رائع، كيجي رائع غزال غزال. وكنتمنى تجربوه. هنا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.